مين مطرب المهرجانات اللي انت شايفه ان ينفع شريف اسماعيل يعمل له اغنيه؟ هبقى كداب لو قلت لك ان انا الاغاني كلها كمهرجانات اعرفها بالاسم. يعني هي ما بتشتغل حاجه بقول الغنوه دي مثلا عجباني، بس ما يعني ممكن ما ابقاش عارف اسمها. بس في الغنوه اللي هي بتاعت اخواتي دي انا بحبها جدا. اخواتي دي قديمه شويه بس يعني لا ما دي بحبها قوي. بس المطربين بتوع المهرجانات عموما يعني اللي هو حسن وعمر كمال وبيكا يعني اكتر حد ممكن ابقى انا شايف ان انا ممكن اعمل معاه حاجه اقدمها عمر. حسن يليه، بس هبقى انا برضو باخده للسكه اللي انا عايزه. يعني هبقى انا حاطه في اطار معين. يعني هستغل مساحه صوته الكبيره قوي اللي بيغني منها، لكن مش بالطريقه اللي هو بيستخدمها، لا هطوعها كده بشكل تاني، وممكن اسمع الناس شكل مختلف تماما من حسن. لكن الاسهل بالنسبه لي عمر هو اللي هيبقى اسهل. حسن هياخد شويه شغل. حمو ما عنديش اي اعتراض عليه خالص، بس مش حاسس ان انا ممكن اقدم له حاجه. لكن لو لقيت حاجه عندي اقدر اقدمها لا مش هتردد. يعني انا ما عنديش اصلا اعتراض على الفكره. بس انا لاحظت ان انت شوف انت قلت 3 اسامي بس ولا قلت اغنيه لولا واحد فيهم. ما انا قلت لك قبل ما اقول انا هبقى بقول لك ان مثلا ما اعرفش الاسامي الاغاني. في غنوه مثلا انت معلمه اهو اتفضلي، قلت لك غنوه اهو. لا يعني في اغاني اللي هي ممكن ابقى بسمعها بحبها، او لو في مكان وبتشتغل احبها. في اغاني تانية بتشتغل ممكن الناس تبقى عارفاها بس انا مش عارفها وما علقتش معايا زي دول.